الشيخ فواز البازو، قبيلة الشراويل، قرية أبو طير قمر بيض في منطقة المالكية ديرك. طبعا ما يجري في سوريا حقيقة مأساة 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 بمعنى الكلمة. تكالب الأرهاب والقوى الظلامية في كل أنحاء العالم تكالبت على سوريا وشعبها، والشعب السوري دفع ثمن غالي من خيرة شبابه، والقصد فيه هو تدمير سوريا وتفتيتها. ما وصلوا إلى تدمير البنى التحتية في سوريا. والآن نرى والعالم كله يشاهد ما يجري في سوريا من قتل وتدمير وتهجير من القوى الظلامية على يد أردوغان ومرتزقته. ففي الآن يهاجم الشعب السوري في كل المناطق، سواء في رأس العين، في تل أبيض، في كوباني، والآن يتدخل ويهاجم سوريا في إدلب ويقوم بقتل السوريين بذريعة واهية، وينصب حاله مدافعا عن الشعب السوري. هذا ما يجري الآن، وهذه بالنسبة لنا مأساة وتشكل لنا ألم ما يجري في سوريا وفي شعب سوريا. أما بالنسبة للقائد عبد الله أوسلان، الله يفك أسره، هو قائد إنساني طرح مفهوم الأمة الديمقراطية التي تبنى على العدل والمساواة والعيش المشترك لا فرق ما بين مكونات الأمم والقوميات اللي موجودة في الشرق الأوسط بشكل عام. هذا القائد نكن له كل احترام، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يفك أسره من هذا السجن الظالم، ونتمنى أن يخرج سالما على أثر الحريق اللي قد يجوز مفتعل في سجن إمرالي. وهذا ما نتمناه، ونناشد المنظمات الإنسانية بمتابعة وضع القائد عبد الله أوسلان والاطمئنان على صحته.